قال رحمه الله: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. هذه نكتة مهمة ينبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يغلط فيها الناس في أمر الذنب. كثير من الناس عندما يقع في الذنب ثم يرى أنه بعد الذنب لم يصب بشيء، لم يحصل له، فيظن حينئذ أنه لا تأثير له، يظن أنه لا تأثير له، لأنه لو كان له تأثير أو له أثر لو وجدت مباشرة، فطالما أنها لم توجد مباشرة إذن ليس له تأثير. ويقيسون هذا المعنى على ما جاء في البيت: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ما دام أنه لم يحصل غبار وقت وقوع الحائط إذن ليس هناك غبار فيما بعد، فما دام أن الذنب لم تحصل له عقوبة مباشرة إذن ليس هناك عقوبة. هكذا يفهم بعض الناس، وما يدري المسكين أنه قد يصاب بالعقوبة بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. قال: وقد يتأخر تأثيره فينسى، حتى إن فعلا بعض الناس يعاقب بأمر بسبب ذنب أصابه لكنه نسي الذنب، بخلاف حال السلف في صدق مع الله سبحانه وتعالى وخوفهم من الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وسبحان الله، كم أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. الجرح المندمل على الغش والدغل يعني عندما يكون أحد فيه جرح ثم يخاط الجرح أو يلأم الجرح على أشياء في داخل البدن من أمور هي مضرة للبدن، مثل ما وصفها رحمه الله بالغش والدغل، أشياء في داخل البدن لم ينظف الجرح من الأوساخ أو الأقدار، ثم يلأم الجرح عليها وهي بداخله. وقت لأمها ربما المريض لا يشعر بشيء ويجد أن الجرح التأم وانتهى الأمر، لكن ما الذي يحصل؟ مثل ما ذكر الإمام ابن القيم: يرجع الجرح إلى فساد ربما أشد من الحالة التي ترك عليها قبل أن يلأم، لأنه لؤم على فساد، فيترتب على ذلك زيادة الفساد وزيادة الشر. لكن يأتي هذا ليس مباشرة، لأنه مباشرة يرى المريض أنه لأم جرحه وانتهى أمره، ثم يفاجأ بعد حين بالآثار أو العواقب المؤلمة له جدا. فالذنب مثل ذلك، قد لا تكون هناك عقوبة مباشرة، ثم يفاجأ بعد سنوات بأشياء يعاني منها معاناة في حياته، وهي من آثار ذنوبه ومعاصيه. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. هذا أثر عن أبي الدرداء فيه موعظة، بل مواعظ نافعة للمسلم. يقول: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وهذه درجة الإحسان. قال في الحديث قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه.
فيقول رضي الله عنه: اعبدوا الله كأنكم ترونه. وهذه درجة الإحسان في العبادة. وعدوا أنفسكم في الموتى، وهذا شاهده في الحديث: تذكروا هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فعدوا أنفسكم في الموتى. وهذا نافع للعبد، هذا نافع للعبد إذا عد نفسه في الموتى وذكر نفسه بالموت وقال لنفسه: يا نفس، ربما أنت لا تكونين غدا من أهل هذه الحياة، قد لا تكونين غدا من أهل هذه الحياة، قد لا تدركين رمضان. أروي لكم قصة سمعتها قريبا تنفعنا، ولولا ما فيها من نفع لما أرويها لكم. قبل 3 أيام تحديدا، 3 أيام أو 4، أحد الأفاضل ومعه جواله يريني تواصلا بينه وبين داعية في بلده في دولة أفريقية، وذكر لي أن ذلك الداعية له جهود كبيرة في الدعوة، وذكر لي ملخصا للحوار الذي بينه وبين ذلك الداعية في تخطيط لما يقدمونه من دعوة في رمضان: نفعل كذا ونفعل كذا، والأوقات التي يكون فيها برامجهم، يعني تواصل في ماذا يقدمون في رمضان. قال: هذا من أسبوع وأنا يوميا بيني وبين التواصل كل تخطيط لرمضان. قال: وأخبرك أنه اليوم توفي. هذا من الدعاة، وكان يخطط لهذا الرمضان الذي ننتظره نحن، ويرتب ماذا يقدم للمسلمين من أعمال ونصائح ومواعظ، وهي تكتب له بإذن الله سبحانه وتعالى. وحالت بينه وبين رمضان المنية، وكان يخطط خيرا عظيما يقدمه في بلده لإخوان المسلمين في رمضان، وهو يخطط ما كان يعلم أنه لن يكون من أهل هذا الرمضان. فمثل هذه المعاني، مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى. هذا من أعظم الأمور التي تعين العبد على تزكية نفسه وإصلاحه. حتى قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال كلاما معناه: لو غفل قلبي عن الموت لخشيت أن يهلك علي قلبي أو يفسد علي قلبي. فذكر الموت صلاح للعبد، ذكر الموت وتذكير نفسه بالموت صلاح له بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد السلف أراد أن يعظ أحد العصاة وأخذه إلى القبور وقال: انظر، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل غير الذي أنا أعمله الآن. قال: أنت الآن فيما تتمنى اعمل قبل أن يصبح الأمر مجرد ماذا؟ أمنية. فيقول رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم أو يطغيكم. يعني لا ينهمك الإنسان في الدنيا انهماكا تاما، ولا أيضا يترك العمل الدنيوي الذي تتحقق به مصلحته ومصلحة أهله وولده، لكن لا يجعل الدنيا هي أكبر همه ولا مبلغ علمه. ولهذا قال: اعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى بل يبقى، وتبقى آثاره الطيبة وعوائده الحميدة على العبد في الدنيا والآخرة، وأن الإثم لا ينسى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. فأعمال العبد محصاة عليه، أعمال العبد حسنها وسيئها محصاة عليه، فينتبه العبد. الإثم لا ينسى، حتى وإن نسيه العبد فإنه لا ينسى.
بل محصى على العبد. نعم. قال رحمه الله: ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. لتجدن غبها بعد 40 سنة، يعني قد لا، مثل الأثر الذي تقدم، قد لا يكون المراد تحديد 40، يعني 40 تحديدا، يعني بعد حين ولو مدة طويلة تجد غبها. ولهذا لا يستهين الإنسان بالمعاصي والذنوب، لا يستهين بها، لا يستهين بالنظر المحرم. ولينتبه في هذا المقام من الجوالات هذه والله مصيبة الآن في هذا الزمان، مصيبة عظيمة جدا، ودخل إلى قلوب المؤمنين النقية، دخل إليها من خلال الجوالات أشياء خطيرة جدا وبلاوي جسيمة. وكانت يعني قلوبا نقية فلوثها الجوال شيء عجب، خاصة الجوالات التي تسمى الذكية. والذكاء بدون زكاة يعد بلاء، الذكاء بدون زكاة يعد بلاء ومضرة على الإنسان الذكي غاية الذكاء إذا لم يكن عنده زكاة يكون آفة على المجتمع الذي هو فيه ومضرة عليه. وهذه الأجهزة مع ما فيها من لوث كثير جدا أصبحت في أيدي الغافلين، قليل الإيمان، قليل الطاعة والعبادة، قليل العلم، فأصبحت تصب في قلوبهم أمور صبا وتملأها ملأ بأشياء يعني خطيرة جدا، فأمرضت وخلخلت القلوب وأوهت الإيمان وأضعفت اليقين وسببت أضرار كثيرة. ولهذا يجب على العبد أن يكون ناصحا لنفسه، وإذا كان يخلو بنفسه مع هذا الجوال بما فيه من المناظر ويظن أنه في عافية من نظر الناس إليه، فليعلم أن رب العالمين مطلع عليه سبحانه وتعالى، وليتق الله جل وعلا وليحافظ على سلامة قلبه. إذا كنا مر علينا في الحديث النكتة السوداء، بالله عليكم أخبروني كم هي النكت السوداء التي أدخلتها هذه الجوالات إلى القلوب؟ كنا نتحدث قبل قليل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النكتة السوداء كلما زادت. كم هي النكت التي دخلتها هذه الأجهزة ببرامجها من نكت سوداء على كثير من القلوب؟ بعض الناس ليس فقط نكتة سوداء، بعضهم تحول من الدين، ارتد بسبب الجوالات، وبعضهم دخل في أهواء وأدواء ومصائب عظام. إلى متى الإنسان ينساق مع وراء برامجها المعطبة المهلكة؟ فيجب على الإنسان أن يضع لنفسه حاجزا يحول بينه وبين ما فيها من المهالك، ويتق الله سبحانه وتعالى، ما ينساق مع هذه الأجهزة حتى توصل به إلى وتفضي به إلى الهلكة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. نعم، يعني هناك مثل ما تقدم الإشارة، يعني قد تكون العقوبة معجلة وقد تتأخر، قد يكون تأخرها ليس لأسبوع ولا لشهر، قد يكون 10 سنوات 40 سنة، قد تتأخر العقوبة، قد تكون العقوبة في الآخرة. فلا يستهين بالإنسان بالذنب ويقول لنفسه: نعم وقعت في الذنب فما حصل أي. كم غرت هذا الفهم، كم غر من أناس. نعم.
قال رحمه الله: وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت نعم ويشمت يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. نعم هذا الأثر يعني يتعجب يحيى بن معاذ الرازي ممن يقول في دعاء: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه الأعداء بأن يرتكب المعاصي والذنوب ثم تكون شماتة عليه يوم القيامة، تكون شماتة عليه يوم القيامة. نعم. وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. نعم. قال رحمه الله: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. هذه نكتة مهمة ينبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يغلط فيها الناس في أمر الذنب. كثير من الناس عندما يقع في الذنب ثم يرى أنه بعد الذنب لم يصب بشيء، لم يحصل له، فيظن حينئذ أنه لا تأثير له، يظن أنه لا تأثير له، لأنه لو كان له تأثير أو له أثر لو وجدت مباشرة، فطالما أنها لم توجد مباشرة إذن ليس له تأثير. ويقيسون هذا المعنى على ما جاء في البيت: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ما دام أنه لم يحصل غبار وقت وقوع الحائط إذن ليس هناك غبار فيما بعد، فما دام أن الذنب لم تحصل له عقوبة مباشرة إذن ليس هناك عقوبة. هكذا يفهم بعض الناس، وما يدري المسكين أنه قد يصاب بالعقوبة بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. قال: وقد يتأخر تأثيره فينسى، حتى إن فعلا بعض الناس يعاقب بأمر بسبب ذنب أصابه لكنه نسي الذنب، بخلاف حال السلف في صدق مع الله سبحانه وتعالى وخوفهم من الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وسبحان الله، كم أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. الجرح المندمل على الغش والدغل يعني عندما يكون أحد فيه جرح ثم يخاط الجرح أو يلأم الجرح على أشياء في داخل البدن من أمور هي مضرة للبدن، مثل ما وصفها رحمه الله بالغش والدغل، أشياء في داخل البدن لم ينظف الجرح من الأوساخ أو الأقدار، ثم يلأم الجرح عليها وهي بداخله. وقت لأمها ربما المريض لا يشعر بشيء ويجد أن الجرح التأم وانتهى الأمر، لكن ما الذي يحصل؟ مثل ما ذكر الإمام القيم، يرجع الجرح إلى فساد ربما أشد من الحالة التي ترك عليها قبل أن يلأم، لأنه لؤم على فساد، فيترتب على ذلك زيادة الفساد وزيادة الشر. لكن يأتي هذا ليس مباشرة، لأنه مباشرة يرى المريض أنه لأم جرحه وانتهى أمره، ثم يفاجأ بعد حين
الآثار أو العواقب المؤلمة له جدا. فالذنب مثل ذلك، الذنب مثل ذلك، قد لا تكون هناك عقوبة مباشرة ثم يفاجأ بعد سنوات بأشياء يعاني منها معاناة في حياته وهي من آثار ذنوبه ومعاصيه. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. هذا أثر عن أبي الدرداء فيه موعظة، بل مواعظ نافعة للمسلم. يقول: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وهذه درجة الإحسان. قال في الحديث قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فيقول رضي الله عنه: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وهذه درجة الإحسان في العبادة. وعدوا أنفسكم في الموتى، وهذا شاهده في الحديث: تذكروا هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فعدوا أنفسكم في الموتى. وهذا نافع للعبد، هذا نافع للعبد إذا عد نفسه في الموتى وذكر نفسه بالموت وقال لنفسه: يا نفس، ربما أنت لا تكونين غدا من أهل هذه الحياة، قد لا تكونين غدا من أهل هذه الحياة، قد لا تدركين رمضان. أروي لكم قصة سمعتها قريبا تنفعنا، ولولا ما فيها من نفع لما أرويها لكم. قبل 3 أيام تحديدا، 3 أيام أو 4، أحد الأفاضل ومعه جواله يريني تواصلا بينه وبين داعية في بلده في دولة أفريقية، وذكر لي أن ذلك الداعية له جهود كبيرة في الدعوة، وذكر لي ملخصا للحوار الذي بينه وبين ذلك الداعية في تخطيط لما يقدمونه من دعوة في رمضان، نفعل كذا ونفعل كذا، والأوقات التي يكون فيها برامجهم، يعني تواصل في ماذا يقدمون في رمضان. قال: هذا من أسبوع وأنا يوميا بيني وبين التواصل كل تخطيط لرمضان. قال: وأخبرك أنه اليوم توفي. هذا من الدعاة، وكان يخطط لهذا الرمضان الذي ننتظره نحن، ويرتب ماذا يقدم للمسلمين من أعمال ونصائح ومواعظ، وهي تكتب له بإذن الله سبحانه وتعالى. وحالت بينه وبين رمضان المنية، وكان يخطط خيرا عظيما يقدمه في بلده لإخواننا المسلمين في رمضان، وهو يخطط ما كان يعلم أنه لن يكون من أهل هذا الرمضان. فمثل هذه المعاني، مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى. هذا من أعظم الأمور التي تعين العبد على تزكية نفسه وإصلاحه. حتى قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال كلاما معناه: لو غفل قلبي عن الموت لخشيت أن يهلك علي قلبي أو يفسد علي قلبي. فذكر الموت صلاح للعبد، ذكر الموت وتذكير نفسه بالموت صلاح له بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد السلف أراد أن يعظ أحد العصاة وأخذه إلى القبور وقال: انظر، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل غير الذي أنا أعمله الآن. قال: أنت الآن فيما تتمنى اعمل قبل أن يصبح الأمر مجرد ماذا؟ أمنية. فيقول رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا
يغنيكم خير من كثير يلهيكم أو يطغيكم. يعني لا ينهمك الإنسان في الدنيا انهماكا تاما، ولا أيضا يترك العمل الدنيوي الذي تتحقق به مصلحته ومصلحة أهله وولده، لكن لا يجعل الدنيا هي أكبر همه ولا مبلغ علمه. ولهذا قال: اعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى بل يبقى، وتبقى آثاره الطيبة وعوائده الحميدة على العبد في الدنيا والآخرة، وأن الإثم لا ينسى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. فأعمال العبد محصاة عليه، أعمال العبد حسنها وسيئها محصاة عليه، فينتبه العبد. الإثم لا ينسى، حتى وإن نسيه العبد فإنه لا ينسى بل محصى على العبد. نعم. قال رحمه الله: ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. لتجدن غبها بعد 40 سنة، يعني قد لا، مثل الأثر الذي تقدم، قد لا يكون المراد تحديد 40، يعني 40 تحديدا، يعني بعد حين ولو مدة طويلة تجد غبها. ولهذا لا يستهين الإنسان بالمعاصي والذنوب، لا يستهين بها، لا يستهين بالنظر المحرم. ولينتبه في هذا المقام من الجوالات هذه والله مصيبة الآن في هذا الزمان، مصيبة عظيمة جدا، ودخل إلى قلوب المؤمنين النقية، دخل إليها من خلال الجوالات أشياء خطيرة جدا وبلاوي جسيمة. وكانت يعني كانت قلوبا نقية فلوثها الجوال شيء عجب، خاصة الجوالات التي تسمى الذكية. والذكاء بدون زكاة يعد بلاء، الذكاء بدون زكاة يعد بلاء ومضرة على الإنسان الذكي غاية الذكاء إذا لم يكن عنده زكاة يكون آفة على المجتمع الذي هو فيه ومضرة عليه. وهذه الأجهزة مع ما فيها من لوث كثير جدا أصبحت في أيدي الغافلين، قليل الإيمان، قليل الطاعة والعبادة، قليل العلم، فأصبحت تصب في قلوبهم أمور صبا وتملأها ملأ بأشياء يعني خطيرة جدا، فأمرضت وخلخلت القلوب وأوهت الإيمان وأضعفت اليقين وسببت أضرار كثيرة. ولهذا يجب على العبد أن يكون ناصحا لنفسه، وإذا كان يخلو بنفسه مع هذا الجوال بما فيه من المناظر ويظن أنه في عافية من نظر الناس إليه، فليعلم أن رب العالمين مطلع عليه سبحانه وتعالى، وليتق الله جل وعلا وليحافظ على سلامة قلبه. إذا كنا مر علينا في الحديث النكتة السوداء، بالله عليكم أخبروني كم هي النكت السوداء التي أدخلتها هذه الجوالات إلى القلوب. كنا نتحدث قبل قليل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النكتة السوداء كلما زادت. كم هي النكت التي دخلتها هذه الأجهزة ببرامجها من نكت سوداء على كثير من القلوب. بعض الناس ليس فقط نكتة سوداء، بعضهم تحول من الدين، ارتد بسبب الجوالات، وبعضهم دخل في أهواء وأدواء ومصائب عظام. إلى متى الإنسان ينساق مع وراء برامجها المعطبة المهلكة؟ فيجب على الإنسان أن يضع لنفسه حاجزا
يحول بينه وبين ما فيها من المهالك ويتقي الله سبحانه وتعالى، ما ينساق مع هذه الأجهزة حتى توصل به إلى وتفضي به إلى الهلكة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. نعم، يعني هناك مثل ما تقدم الإشارة، يعني قد تكون العقوبة معجلة وقد تتأخر، قد يكون تأخرها ليس لأسبوع ولا لشهر، قد يكون 10 سنوات 40 سنة، قد تتأخر العقوبة، قد تكون العقوبة في الآخرة. فلا يستهين بالإنسان بالذنب ويقول لنفسه نعم وقعت في الذنب فما حصل كم غرت هذا الفهم، كم غر من أناس. نعم. قال رحمه الله: وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت نعم، ويشمت يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. نعم، هذا الأثر يعني يتعجب يحيى بن معاذ الرازي ممن يقول في دعاء: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه الأعداء بأن يرتكب المعاصي والذنوب ثم تكون شماتة عليه يوم القيامة، تكون شماتة عليه يوم القيامة. نعم. وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. نعم.